بيبدأ الموسم الأول وبطلنا ايساجي يوتشي بيفتكر كل ذكريات طفولته وهو متربي على لعبه لكرة القدم، وإن كل حلمه إنه يكون لاعب كرة جامد جدا، وإنه كمان يكسب كأس العالم مع بلده ألا وهي اليابان. بعد خسارته للأسف لنهائيات التأهيلات لكأس العالم، تاني يوم بتجيله رسالة غريبة كده وبيتم طلبه: أهلا بيكم في مدمن تلخيص. ده هيكون القسم الأول من الموسم الأول من أنمي بلو لوك. بس قبل ما نبدأ حابب أفكرك يا صديقي إني بعمل فيديوهات كل 3 أيام، فلو سمحت ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ودوس على الجرس اللي قدامك ده علشان يجيلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. وبدون أي تأخير يلا بينا. واتضح ان المنظمه اللي بعت الجوابات دي بعتها للاعبين تانيين كتار في اليابان برضه، وبدا يشرح واحد كده من المنظمه دي اللي اسمه ايجو هو في ايه. واكمل هذا المجنون يا صديقي بانه قال لهم انهم جمعوا 300 افضل لاعب تحت ال 18 في اليابان، ومهمه الراجل ده انه يفوز بكاس العالم. واسم المنظمه دي هي بلو لوك او القفل الازرق. مهمة اللاعبين يا صديقي ان في واحد هيهزم ال 299 الفضين، وده هيكون اعظم مهاجم في العالم. واي حد بيفكر يمشي فيمشي من دلوقتي علشان مش عاوز وجع دماغ. وقال لهم كمان انا مش عاوز لاعب ماهر، انا عاوز لاعب وحش كاسر بطل وحيد يقف على جثث ال 299 لاعب التانيين. وهنا يا صديقي تحمس اللاعبين كلهم وجريوا كلهم علشان يشتركوا في هذه المجزرة. بعد ما اتقسموا كلهم كلمهم ايجو المجنون ده وقال لهم انهم كده اتقسموا، وكل واحد خد رقم والعدد من 300، وافضل 5 من ال 300 دول هيتأهلوا انهم يلعبوا في المنافسة اللي هتقام بعد 6 شهور من اليوم. وبطلنا ايساجي كان الرقم 299 ما قبل الاخير يعني يا صديقي. وبدأ يا صديقي اول امتحان في السخان على طول، وكان الامتحان ببساطة يا صديقي هو انك تفضل تشوط الكرة في زمايلك، واخر واحد هتفضل معاه الكرة بعد ال 136 ثانية هيكون مطرود من المنظمة. وبالفعل بدأوا يا صديقي، وبدأ اللاعب رقم 300 الأخير إنه يشوط الكرة على صحابه، وأول واحد تيجي فيه كان اللاعب رقم 291. كان اللاعب الغشيم ده قام رازع الكرة في بطن بطلنا ايساجي ولا كأنها صاروخ. اتبقى من الوقت 60 ثانية، ومن هول الضربة كان بطلنا واقع على الأرض ولا كأنه ميت، لكنه قام وبدأ يجري بالكرة ويفكر هيضربها في مين، لحد ما اللاعب الرقم 300 ده وقع على الارض ورجله اتصابت. وبدا هنا يا صديقي ايساجي يجهز نفسه انه يضرب خلاص الكرة في وش اللاعب اللي واقع ده، لكنه توقف في لحظة. وهنا يا صديقي اخذ من الكرة اللاعب رقم 290 وجري بيها، واذ فجأة بصله الكرة وهوب بيستلمها ايساجي وبيضربها بكل قوته في اخر لحظة من الزمن في وش اللاعب ابو شعر ابيض ده. وعلى الفور يا صديقي تم استبعاد اللاعب ده. وهنا تفاجأ الجميع بان واحد بس علشان جت فيه الكرة الوقت خلص عليه بيبقى كده انهى مسيرة لعبه كلها في اليابان. تدخل ايجو وفهمه من الماتش زي الحرب، يا اما قاتل يا اما مقتول، ومفيش هزار في الكلام ده يا صاحبي. الغريب ان بطلنا ايساجي كان متحمس في نفسه بغباء، وهو اصلا ما كانش فاهم هو متحمس ليه، بس من الواضح ان ده احساس النصر يا صديقي. وكمل كلامه ايجو بان كل اوضه فيها دلوقتي 11 لاعب، وهتفضلوا تلعبوا بعض لحد ما واحد بس يفضل، واسم فريقهم الحالي هو الفريق زاد. بعد كده بدأ ايجو يشرح لهم تقسيمة المنظمة اللي هم فيها حاليا. هم خلاص اتقسموا الى 25 فريق من البي الى الزد، 5 فرق في كل اوضه من المبنى. بعد امتحان امبارح العدد الكلي اصبح 275 لاعب، واتضح ان فريق ايساجي هو اخر فريق. وبدأوا في الامتحان الثاني وانهم ال 11 لاعب دول من نفس المستوى هيكونوا فريق ويلعبوا مع بعض ضد الفرق الاربعه التانيين اللي في نفس جزء المبنى ده. ظهر ايجو مرة تانية وبدأ يشرح لهم طريقة اللعب يا صديقي. هيكون حاجة كده زي دوري صغير، الفريق الكسبان هياخد 3 نقط، الماتش المتعادل هياخدوا 1، والخسران مش هياخد حاجة. واول 2 من ال5 فرق دول هم اللي هيتأهلوا للمستوى الثاني، حاجة كمان افضل الهدافين من الفرق الخسرانة هيتأهلوا للمستوى الجديد كمان. بس كانت المشكلة كلها ان ال11 شخص دول كلهم مهاجمين، فبدأوا يا صديقي يقسموا الأدوار مع بعض. وأول واحد كان مين هيقف حارس مرمى، وطبعا كلنا عارفين المشكلة فين. وبدأوا يقسموا نفسيهم، وبدأ أول ماتش بين الفريق إكس والفريق زد. وبدأت المباراة يا صديقي، لكن يا صديقي للأسف الشديد الفريق كله كان همه نفسه على أساس إن كل واحد عاوز يكون الهداف علشان يتأهل هو شخصيا، وفاكس الفريق حتى لو خسروا. كل الفريق بدأ في الحوار ده والجميع تخلى عن مركزه. والغريب ان كمان الفريق المنافس كان في نفس الحوار ده، لكن يا صديقي في واحد من الفريق المنافس اخترق الجميع واخذ الكرة وبدأ يجري بيها على مرمى الفريق زد زي الطور الهيجان. لكن هنا ايساجي حاول يوقفه، لكن عدى منه بمهارة ولا اروع، وعدى من بقية اللاعبين ولا كأنهم مش موجودين اصلا.
وهوب يا صديقي بيجيب اول جون في مرمى شباك الفريق زد. بعد تفكير كتير قرر ايساجي انه يتحد مع باتشرا وانهم هيباصوا لبعض لحد ما يوصلوا للجون، لكن للاسف واحد من الفريق زد اعترض الكرة واخدها وحاول يجيب جون بنفسه، لكن يا صديقي اتاخدت منه الكرة من الفريق الخصم وبداوا في الهجوم تاني على مرمى الفريق زد، وللاسف الشديد دخلوا الجون التاني فيهم والتالت والرابع والكمان الخامس يا صديقي. فاضل من الماتش ال3 دقايق وقرر باتشرا وايساجي انهم لازم على الاقل يدخلوا جون واحد فقط، واتفقوا على الخطه وبداوا في الهجوم. وبالفعل باتشرا بيرقص اللاعب الاول وبعدها بيبصيها لايساجي في العمق، وبالفعل يستلمها ايساجي على وش رجله وهوب دخل المرمى بانفراده ولا اروع، لكن بيوقف له المهاجم الاشرس من الفريق الخصم. وهنا في قوه غريبه جدا من ايساجي اشتغلت، وفجاه رجله اتحركت وبصت الكره للاعب على يمينه، وبالفعل يستلمها اللاعب ده ويشوط الشوطه اروع في الماتش كله، واذ بها تدخل في المقص، ويكون هذا يا صديقي اول هدف للفريق زد على الاطلاق. وتنتهي المباراه يا صديقي بخساره الفريق زد بنتيجه 5-1. بدأ الفريق زد في معرفة غلطاتهم ومراجعة الماتش ويعرفوا ايه نقاط قوتهم وضعفهم، علشان لو خسروا ماتش كمان هيكونوا بره المنظمة. الغريب ان كله قال سلاحه او المركز بتاعه او نقطة ايجابيته او نقطة قوته، وجه دور على بطلنا ايساجي وقال لهم معرفش. وجه اليوم الثاني والماتش الثاني بين الفريق زد والفريق واي يا صديقي، وبدأ الماتش وبدأوا في عمل خطتهم يا صديقي ان كل واحد منهم هيكون مهاجم لمدة 10 دقايق ويلعبوا حوالين الشخص ده، وبالفعل وصلوا المرمى وكانت التسديدة الأولى ليهم وهوب يا صديقي يشوط المهاجم، لكن دفاع الخصم يكون اقوى ويطلع الكرة اوت، ويحاول يا صديقي انه يسدد مره ثانيه لكنها تتقطع منه، ويبدا الفريق الخصم في عمل مرتده ولا اروع، وتكون جوه منطقه ال18 ويكون مهاجم الخصم منفردا بالحارس واذ به يسدد ويحرز الهدف الاول لهم. وكل ده كان ايساجي بيحلل لعب الخصم وازاي جابوا الجون. وصلوا الشوط الثاني والنتيجه هي 1-0 للخصم، وبالفعل وصل الفريق زاد للكره مره ثانيه وبدا يعمل هجمه حلوه جدا، واتبسط الكره لايساجي وعرض الكره لجوه المنطقه ونط عليها جاجامارو براسيه ولا اروع، لاعب جمباز عالمي ده، لكن حارس الخصم صد الكره ببراعه وطلعت الكره ضربه ركنيه. وتجمع الجميع يا صديقي استعدادا للركنيه، لكن هنا يا صديقي ايساجي حس بخطر واحد من دفاع الخصم اللي بيعمل كل المرتدات دي اصلا وما كانش واخد باله منه، فجري عليه ايساجي والكره في الهواء واذ به بيقطع منه الكوره وبيستلمها ايساجي ويبدا يجري بيه في منطقه ال18، واذ بايساجي بيلاقي الثغره في شباك الخصم واذ به يسدد، لكن الدفاع صدها، لكن بيكمل عليها جاجامارو تاني وبالفعل يحرز الفريق زد هدفه الاول في المباراه. واصبحت هذه المباراه يا صديقي من تلك اللحظه بين ايساجي وهذا المدافع المهاجم نيكو. بقيه المباراه كلها كان ايساجي ملازم لنيكو ده في اي حته بيتحرك فيها، ووصلنا اخر دقيقه في المباراه وهنا نيكو بيبلغ ايساجي بخطتهم الانتقاميه في اخر دقيقه، الا وهي يا صديقي انهم مش هيخلوا فيه مهاجم واحد بس، لا الفريق كله هيطلعوا يهجم، ال10 لعيبه هيكونوا مهاجمين. ما هذا العبث يا صديقي؟ وبالفعل وصل نيكو للمرمى وبدا في تسديده هجمته الاخيره في المباراه، لكنه يفاجئ الحارس ويمررها للمهاجم الاول بتاعهم ويسدد ضربته الاخيره، لكن يا صديقي يصل اليها ايساجي اولا ويمنع الخساره الحتميه. وهنا يا صديقي ايساجي يعمل مرتده الاروع في تاريخه حتى الان ويشوط الكره في العمق الدفاع الخصم ويستلمها منه كونيجامي الهداف بتاعهم، لكنه بيبصيها لباتشرا وبعدها يراوغ باتشرا دفاع الخصم ويصل الى منطقه ال18 ويعرضها لايساجي 1-2 يا صديقي ولا اروع، وبالفعل يا صديقي بيستلمها ويشوط على الهوا في نفس اللحظه، وبالفعل يا صديقي بيحرز الفريق زد هدفه الثاني وهكذا يفوز بالمباراه. وهنا يا صديقي يشعر أخيرا ايساجي بإحساس ولذة الفوز والنصر، لكن يا صديقي الليلة دي ما كانش ايساجي عارف ينام، فقام يتمشى شوية ويذبه بيقابل واحد معاهم في الفريق شعر أحمر اسمه تشيجري، ويلاقيه بيتفرج على الماتش مرة تانية وبيحلله. وهنا قال تشيجري لإيساجي إن قوته هي وعي المكان الثاقب، وبمعنى أوضح إنه بيحس بالملعب كله وبيعرف مين واقف فين كأنه بيبص من فوق. وهنا سأله ايساجي عن قوته برضه لكنه رفض إنه يقول له، لكن كل اللي قاله له إن جاله تمزق في الأربطة من سنة، والدكتور قال له لو حصل لك التمزق ده تاني في نفس المكان مش هتعرف تلعب تاني نهائيا، وهو حاليا خايف يلعب أساسا لا يتصاب تاني وما يعرفش يلعب مرة تانية خالص.
وفي اخر اليوم بلغهم ايجو ان كل واحد في الفريق ده اتعدل ترتيبه على اساس لعب، وهنا كان يا صديقي ايساجي هو الاول على فريقي، ومن تلك اللحظه يا صديقي اصبح ايساجي هو محور الفريق كله. ومن وقتها وهم بدأوا يحضروا للماتش الثالث ويدرسوا فريق الخصم أكتر وأكتر، وبالفعل بدأ الماتش الثالث اللي لازم يكسبوه علشان يكملوا في المنظمة ضد الفريق دبليو. لكن غريب ان اول ما الحكم صفر صافرة البداية اذ باقوى تم من الفريق دبليو بدأوا بالهجوم. الهجمة الأولى على الفريق زاد بسرعة خيالية، لكن الحمد لله ايساجي يلحقهم ويعترضهم ويعملوا هجمة مرتدة ولا أربع، بل وكمان يحرزوا أول هدف ليهم، بل وكمان بيسجلوا الثاني يا صديقي. واضح ان الفريق زاد داخل وكله تركيز وحماس وقوة، والثالث كمان يا صديقي. ما هذه الروعة! وبكده كان اللاعب المهاري ده دخل هاتريك لحد دلوقتي. وبدأ الشوط الثاني، لكن الأخوين دول كان فيهم حاجة متغيرة وكلهم تركيز وقوة، وبالفعل قطعوا الكرة وبدأوا يعملوا مرتدة ولا أروع هما الاثنين مع بعض فقط، بل وكمان عدوا تشيجري وإيساجي لحد ما وصل المرمى ويسجلوا أول هدف ليهم، وبكده النتيجة تكون 3-1 الفريق زاد. بس من الواضح إن الفريق زاد تخلى عن تركيزه واتقطعت الكرة منهم مرة تانية ويدخل فيهم التاني كمان. لكن هنا يا صديقي بدأ إيساجي انه يلاحظ ان كون بعد ما دخل الهاتريك بتاعه بدأ بالتراخي وانه بيعمل شوية حاجات كده مفيدة للخصم. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجة. وده كلف الفريق هدف ثالث كمان، وبكده النتيجة تبقى 3-3. وبالفعل هنا اعترف فريق الخصم ان كون سرب لهم كل حاجة عن الفريق زد وعن خطتهم وانه خانهم. وبكده الماتش بقى 12 لاعب للفريق دبليو ضد 10 لاعبين للفريق زد، وكان ده الامتحان الفعلي للفريق زد. وللأسف الفريق دبليو أحرز الهدف الرابع في شباك الفريق زد، وفضل الضغط من فريق دبليو يزيد ويزيد وبالذات على إيساجي. والغريب إن تشيجري كل وقت الماتش ده للأسف خايف يتحرك نهائيا لا يتصاب مرة تانية وما يلعبش تاني، بس في نفس الوقت لو خسروا الماتش ده هم خلاص جيم أوفر فينيتو ومش هيكون ليهم لعب تاني في اليابان كلها يا صديقي. ونوصل لآخر 3 دقايق في المباراة من الوقت الإضافي، وهنا تحول إيساجي إلى وحش في الملعب، وكان بيحاول مرارا وتكرارا إنه يقطع الكرة ويكسب الماتش، لكنها لعبة جماعية يا صديقي، وأنت تعلم وأنا أعلم أن اللعب الانفرادي ملوش لزوم في اللعبة دي. لكن في نفس ذات اللحظة يا صديقي بقية فريق زاد استسلامه للخسارة خلاص. لكن مين بقى اللي قاعد يتفرج على كل ده؟ تشيجري يا صديقي، الوحش الكاسر الكامن. وهنا يا صديقي كسر تشيجري كل الأغلال المربوطة بقدمه المصابة سابقا، وبدأ في التحول إلى الغول الكروي السابق. وهنا يا صديقي استفاق الوحش الكاسر تشيجري، وهنا شعر به إيساجي يا صديقي واداله عرضية ولا أروع من أقصى يمين الملعب لأقصى شمال الملعب، وبالفعل يا صديقي يستلمها تشيجري، وكان نسر المحلق على فريسته يا صديقي ينطلق محلقا إلى مرمى الخصم ويتجاوز كل دفاعات الخصم بانسيابية ولا أروع. وبالفعل يا صديقي يلمس تشيجري آخر لمسة له للكرة وتطير الكرة محلقة في شباك الخصم، وعلى آخر لحظة في المباراة يتم التعادل بين الفريقين. هل سيستطيع إيساجي وفريقه الفوز في المباراة القادمة للتأهل للمرحلة الجديدة أم لا؟ هذا ما سنعرفه في القسم القادم من أنمي بلو لوك الأروع. لو عجبك الفيديو يا صديق ما تنساش الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات علشان يجيلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل، وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم.